وطنيا وفي الشأن الحزبي، عقدت كل من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا اليوم توج بإصدار بيان مشترك قرر من خلاله استئناف العمل المشترك والتنسيق وتشكيل قوة معارضة بديلة. أحمد العلاوي والبشير راشد. التئام وانبعاث من جديد لتحالف استراتيجي بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. التئام يروم استئناف التعاون الثنائي والعمل المشترك والتنسيق وتوحيد الجهود لبناء تعاقد مستقبلي جديد. لقاءنا اليوم تدارسنا فيه عدة نقط أساسية مستقبلية والتنسيق بين الحزبين في كل المجالات. إذن عملنا المشترك لفائدة الشعب المغربي وسيعطي نتائجه إن شاء الله خلال هذه السنة وخلال مناقشتنا لمشروع ميزانية سنة 2014 اللي غتكون مناقشة جادة لفائدة المغرب واستقراره وكذلك لفائدة الشعب المغربي. استئناف مسار التنسيق والعمل المشترك بين حليفين استراتيجيين حسب قيادي الحزبين هو معطى أساسي في تفعيل مقتضيات الدستور وتحصين المكتسبات. احنا مع إخواننا في حزب الاستقلال الذين نعلم حجم التضحيات التي قدمناها من أجل الإصلاحات الدستورية. نحن من سيكون قوة اقتراحية ابتداء من الغد من أجل تطوير الإصلاحات السياسية، ولن يتم ذلك إلا بتفعيل الدستور، أي بتقديمنا بشكل مشترك لمقترحات القوانين المنصوص عليها في الدستور الجديد. اللقاء توج بإصدار بيان مشترك يقضي بتشكيل الحزبين لقوة معارضة بديلة تسعى إلى تفعيل الدستور وتشكيل بديل حقيقي وقوة اقتراحية مبدعة، كما تتوخى صيانة وتعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية ومواجهة التطرف الديني، فضلا عن تعزيز التعبئة من أجل صيانة الوحدة الترابية للمملكة.